من حلقة فوق. ميزات تماسي ميزات تماسي، انا جاي ماشي ومفيش تكاسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اصحابي واخواتي وحبايب قلبي. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. فيديو جديد وكمان يوم جديد، والايام دي طبعا انتوا عارفين روتينات رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. قومي بقى اشتغلي ونضفي وتشجعي ولمعي، بصي اي حاجة في وشك اعمليها. المهم ان انتي ما تقعديش كده، يعني دي ايام ايه ترويقة بقى، وسيبك من الموبايل ده خالص، وخليكي ركزي مع البيت شوية، لان البيت هتلاقيه محتاج حاجات كتير ياما. المهم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عايزة أقول لكم النهاردة أنا بدأت بالريسبشن، قلت إن أنا أخلصه، وأنا بحب ايه امسك جزء جزء في الشقه، بلاش تقلبي الشقه كلها مره واحده، خصوصا لو ابتديتي ان انتي تعملي الكلام ده قبل رمضان زي ما احنا بنعمل كده، هو اللي هو باسبوعين ثلاثه. ما فيش اسبوعين ثلاثه، يعني خلاص احنا اسبوعين بالظبط. كل سنه وانتم طيبين. امسكي مكان مكان تخلصيه بكل حاجة، بكل حاجة محتاجها حرفيا، تمام. وبعدين تنقلي على مكان تاني. خلاص، عايزة تبدأي بالمطبخ ابدأي بالمطبخ، واعملي له يعني اعملي له وقت، يوم يوم ونص، نص يوم لو انتي شاطرة ولهلوبة كده يعني. لو انتي بطيئة خالص ما ياخدش منك يومين، وهكذا. المهم يا بنات، روتين النهارده زي ما انا قلت لكم كده، ان انا هعمل الريسبشن بقى كله كده واخلصه، والمع الحيطان ان شاء الله بوصفه سهله وبسيطه لكل البنات اللي عايزه الحيطان بتاعتها تلمع كده وتزهزه وترجع ترجع حلوه كده من غير اي تراب عليها او كذا او كده. المهم يا بنات، انا اول حاجه بعملها زي ما انتوا عارفين خلاص اتعودتوا عليا، لازم بشغل اغاني رمضان قبل رمضان، قبل الهنا بسنه، قبله بكتير يعني. فعشان يحسسني كده بالاجواء، وان انا اقوم ابقى متشجعه وكده. بس كنت عايزه اكلمكم النهارده في موضوع، يعني وانا بعمل روتين النهارده كده بنات، والله جه في بالي حاجه شغلاني بقالها فتره، يعني بالي بجد، شغله بالي بجد، يعني بقالها فتره. ومش عارفه الاحساس ده عندي انا بس ولا عند الناس كلها والستات والبنات وكده، بس يعني اكيد في ناس شبهي حاسين الاحساس ده. يعني انا حاسه ان من كتر ما بشوف بقى، وكتر حكايه الاعلانات والحاجات والديكورات بتاعه رمضان ومش عارف حاسه ان احنا بقينا بنستقبل رمضان واحنا كده، تحسي في توتر وفي ضغط شويه. عايزه اكلمكم في الموضوع ده، يعني بصوا بما يرضي الله كده، اللي هو من قلبي يدخل قلبكم على طول. المفروض ان الشهر ده بنستناه ان احنا عشان نرتاح نفسيا، الحمد لله يعني. بس احنا او ناس كتير ابتدت يعني تستنى رمضان وهي شايلة هم المصاريف، وشايلة هم الحاجات اللي المفروض تشتريها والطلبات ومش عارف الضغط والحاجات اللي هتعملها وكده. كأن رمضان ده بيجي يعني علينا. يعني عايزة اقول لكم ان الاخر احساسي برمضان او احساس الناس برمضان مبقاش زي زمان. فاكرين كده رمضان بتاع زمان بيبقى عامل ازاي يا بنات؟ يعني رمضان زمان كان بسيط، كان بسيط قوي. يعني انا فاكرة ان انا وانا صغيرة يعني كانت اقل حاجة بتفرحني قوي قوي انا واخواتي فانوس. عارفين الفانوس الصاج ده اللي بيبقى صغير، او الفانوس الخشب؟ لا، هو كان بيبقى صاج كمان مش خشب. الفانوس المعدن ده اللي بيبقى صغير، فاهمينه؟ كان بيفرحنا قوي قوي. ريحة الاكل نفسها كانت بتفرحنا. اللمة بتاعت العيلة كانت بتفرحنا، كان بيبقى فيه هدوء كده. فاهمين ازاي؟ يعني يعني عايزه اقول لكم ان حاليا بقى في، يعني في مظاهر اكتر، مظاهر اكتر، آم، واشكال وتجهيزات ومش عارف لكن الروح بتاعه رمضان سبحان الله، يعني انا حاسه ان هي بهتت شويه مننا. انا عايزه اكلم البنات اللي هم الجيل ده بقى، الجيل ده البنات اللي هي يعني الجيل ده والجيل بتاعنا برضو، اللي هو يعني معداش عليه كتير، بس اللي هو حاسين ان فعلا وحشنا قوي رمضان بتاع زمان. فعايزه اكلم البنات اللي لسه طالعه كده جديد والاجيال دي، ان الفانوس المعدن اللي شكله مش عارف ومش عارف مش اساسيات، ولا البياضات ولا الكوشنز الكتير ولا البف الرمضانيه اللي مش عارف عاملاها ازاي، دي مش اساسيات برضو، ولا التحف الكرتون والحاجات اللي يعني يؤسفني ان انا اقول لكم برضو مش اساسيات. وانا بذكر نفسي معاكم والله، لان انا فعلا ببقى منجرفة للموضوع ده شوية، بس ببقى والله متضايقة. يعني قاعدة ببقى مبسوطة، بس ببقى ساعات متضايقة
ان مش هو ده اللي بيفرحنا، ولا المباخر الجديدة، ولا البخور الجديد، ولا الاطباق والكوبايات والكوسترات الرمضانية، ولا الحاجات دي، ولا حتى الاسدالات اللي احنا، بصوا الاسدال بقى ب1000 جنيه. الاسدال الصلاة العادي اللي كنا بنشتريه بأقل من، يعني بأقل والله من 200 جنيه كنا بنشتري اسدال، دلوقتي بقى ب1000 جنيه. العبايات والكفاطين والمصليات القطيفة والمصاحف الفرو ومش عارف والحاجات والمسابح الإلكترونية والحاجات دي، يعني مش عارفة، ومكسرات بقى وأكل، ويا مش رمضان ده كده كده. كل ده أنا يعني أنا عارفة مقتنعة إن هو رفاهيات، وعايزة أفهم البنات إن هو فعلا رفاهيات وكماليات و... وحاجات لو احنا ما جبناهاش مش هنموت يعني، فاهمين، وهنكمل رمضان، بل بالعكس أحلى بكتير. فلو في فلوس هاتي وانبسطي، مش هقولك لا. ما فيش فلوس يبقى ترضي بالموجود، بلاش تضغطي باباكي، بلاش تضغطي زوجك، بلاش تضغطي اخوكي في مصاريف، بلاش تضغطي، بلاش يبقى ايه فوق طاقته، يبقى في بقى ايه نكد على دخلة رمضان، بلاش يعني، بلاش يبقى فيه نكد، وبلاش نبص لغيرنا، وبلاش نحسد الناس اللي هم شوية بيبقوا مرفهين ومقتدرين يجيبوا كل حاجة ومش عارف ايه، وتقعدي انت هتعملي على حظك ونصيبك واليوم اللي جيتي فيه ومش عارف ايه وكده. لا، نرضى. الرضا والله العظيم بجد، لو انت عندك فانوس كده هتعلقيه زينة. فاكرين زمان كنا بنعمل ايه؟ الزينة بتاعت رمضان اللي كنا بنجيبها بنعملها احنا بالورق، وبنعمل عجين وبنلزقها ومش عارف ايه. ولما في زينة كانت بتطلع دي من بره بعضها كده، وكانت بتبقى شكلها جميل، وكانت تقعد معانا سنين نشيلها ونعلقها، نشيلها ونعلق. ده حتى الزينة بتاعت الايام دي مش بركة اصلا، يعني تشيليها والسنة الجاية تبقى عايزة زينة تانية ومش عارف ايه، ما تفهميش الزينة راحت فين اصلا بتاع السنة اللي فاتت، فاهمين. ف انا والله قابلني بوست على الفيسبوك، واحدة بتسأل واحدة، يعني هي الواحدة دي صاحبة جاليري عندها ديكورات رمضان وكده، فهي داخله لها على الخاص، فبتقول لها سعر كذا. فبتقول لها البنت، بتقول لها سعر الفانوس كذا. انا عايزه اقول لكم الفوانيس ده بقت قصه تانية خالص، قصه وحدوته. الفانوس بقى ب1000 جنيه. الفانوس اللي هو الحجم الصغير دلوقتي، يعني هو بينزلوا طقم مع بعض مثلا 3 قطع، مش يبيعوا مثلا ال3 فوانيس ب1000 جنيه، لا، هو الحجم الصغير منه 1000، والحجم الأكبر شوية الوسط 1500، والحجم الكبير 1900. فقصة وحدوتة، حزن حزن والله العظيم، حزن فعلا. فالبنت بتقول لها سعر الفانوس كذا، فالبنت ترد عليها وايه بقى، تقول لها ايه، حسبي الله نعم الوكيل فيكم، هو انتم مفكرين كل الناس زيكم؟ طب انتي ليه، يعني انتي ليه اصلا يعني تدعي عليها؟ هو ده شغلها، وهو والله البضاعة هم جايبينها كده في السوق، فاهمين. ف يعني انتي بتدعي عليها ليه، او بتقولي لها هو انتي مفكرة؟ طب ما هو ربنا ما خلقناش كلنا واحد، ربنا كده كده ما خلقناش كلنا واحد، فليه تدعي على البنت؟ وليه مش عارفه ايه؟ البنت طبعا متأذية جدا نفسيا، وبتنزل البوست وكده، فبتقول كذا وكذا وكذا. فاحنا رمضان بقى موسم بصراحة ضغط وتوتر على بعض الناس، بل اغلبنا. اول ما شعبان يدخل اصلا نبدأ بقى قائمة مشتريات، وقائمة اكل، وقائمة ديكورات، وقائمة لبس، وقائمة عزايم، والعزايم دي قصة تانية وحدوتة يا الله. ف فاهمين. وكل يوم بقى، كل يوم لسه ناقص، لسه محتاجين، لسه مش مكفيين، لسه مش مكملين، فاهمة. طيب، مش عارفة مين حط القاعدة دي يعني، بس هي يعني هو تطورات العصر زي ما بيقولوا، كل الناس شايفة كل حاجة، فكل الناس عايزة تجيب كل حاجة. ف يعني اعتقد ان احنا يعني بعدنا قوي قوي عن ان رمضان عبادة وهدوء، بعدنا قوي قوي، وحاسين ان هو كده عايزين ايه، رمضان ده حاجة جاهزة، باكج جاهزة كده من المحلات تنزل عندنا في البيوت كلها. الفانوس يا بنات بقى والله سعره قد ايجار شهر، يعني انت لو هتأجري شقة. اسكتوا، انا متأذية نفسيا جدا من الاسعار يا بنات، والله العظيم يعني فعلا انا كنت متوهمة حاجة، ومش عارفة هو في فرق رهيب حتى ما بين السنة اللي فاتت. ده يا ريت اسعار السنة اللي فاتت ترجع تاني، اللي كنا احنا مش عاجبيننا، لا ده يا ريت اسعار السنة اللي فاتت ترجع تاني. الزينة بقت موضة، كل سنة شكل جديد. واوعي
إياكِ هتبقي قديمة هتبقي موضة قديمة وراحت عليكِ لو حطيتِ الزينة بتاعة السنة اللي فاتت، فاهمين أنتم؟ واللي عندها زينة أصلًا السنة اللي فاتت هتقول لأ لازم أغيّر، ما هو في بقى حاجات مش عارفة والله العظيم يعني مش عارفة. المشكلة مش في الحاجات نفسها برضه، المشكلة إن إحنا بقينا بنقارن البيوت بتاعتنا باللي بنشوفها على السوشيال ميديا والبيوت مش عارف إيه فاهمين؟ بتقارني بيت أنتِ بتشوفيه في 5 ثواني في ريلز مثلًا أو فيديو أو بتاع أو صورة، ببيتِك الحقيقي اللي أنتِ عايشة فيه ال24 ساعة، فاهمين؟ ولا أي حاجة بتأثّر في الكلام ده، ولا حتى الناس اللي عايشين معاكِ بيتأثّروا يعني عايزة أقول لِك إن ولادِك نفسهم مش هيحبوا رمضان علشان الزينة اللي انت معلقاها بالشيء الفلاني ولا الفانوس بالشيء الفلاني. اطفالك هيفتكروا الدفى اللي في البيت وهيفتكروا اللمة اللي انت بتعمليها والضحكة اللي بتحكيها معاهم والحكايات ومش عارف ايه والمواقف بتاعت رمضان واللمة بتاعت العيلة، فاهمين؟ فهو يعني هو كده، فاهمين؟ فهو كده، يا ريت نرجع فعلا زي زمان، لان احنا تعبنا والله العظيم تعبنا. ونيجي بقى المهرجان بقى الاكل بقى والاستهلاك وبتاع. الحمد لله اللهم لك الحمد يا بنات، اتحسنت كتير في الموضوع ده يعني من السنه اللي قبل اللي فاتت. السنه اللي فاتت عايزه اقول لكم انا كنت بعمل حاجه حلوه قوي. انا من الناس اللي بتعمل الاكل بركه، عارفين البركه اللي يجي في ايديا بعمله. بس والله العظيم انا يمكن مش هقول لكم 100%، بس ابتديت من سنه واتنين ان انا اخد بالي قوي قوي قوي. واذا كنتش بستخدم المعيار او الكوبايه وانا بستخدم مثلا بعاير ابسط حاجه رز مكرونه اي حاجه اي حاجه، ابتديت ان انا اعاير الكلام ده واستخدم الكوبايه واستخدم المعلقه المعياريه. فرق معايا جدا 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 جدا. اوقات كان بيزيد عندي وبيتفضل عندي رز كتير ومكرونه كتير، وتاني يوم ابقى بعمل اكل جديد مش عارف ايه لا انا بقيت انا دلوقتي بقتصد جدا جدا في موضوع الاكل، لانه هو الموضوع ده اللي انا اقدر اقول لكم بقلب جامد ان انا اتغيرت جدا فيه. الاكل بقى عندي ان انا خلاص نيتي والنية لله ان انا اقتصد في الاكل، مش بخل ومش ان انا لا، الحاجه بس تبقى بالظبط بالظبط. لو قلت او ما اتبقتش خالص احسن عندي من ان هي تتبقى لتاني يوم، وتاني يوم احنا بنعمل اكل جديد فمش فاهمين. ابتديت فعلا في الحته دي احس بالنعمه، مش هكدب عليكم يعني يمكن الاول ما كنتش قوي، بس بعد كده لا انا حسيت فعلا الموضوع اختلف معايا. وعايزه اقول لكم يعني عايزه اقول لكم حاجه تانية. مثلا انتوا بتشوفوني مثلا عامله صنف واتنين وتلاته في رمضان او هكذا. عايزه اقول لكم ان انا مثلا لو رمضان كله 30 يوم، 30 يوم انا بصور في رمضان كله مثلا 10 ايام او 10 فيديوهات. ال10 فيديوهات دول انتوا بتشوفوهم ان انا بعمل كذا صنف وكذا بتاع وكده، يعني انتوا بتشوفوا 10 ايام بس. ال20 يوم التانيين ببقى عاملة اكل عادي اقتصادي جدا، وببقى مثلا النهاردة عملت طبخة بكرة بجددها برز بجددها بمكرونة مش عارف ايه وبقضي اليوم، فاهمين؟ يعني انا عايزة اقول لكم كده ان انتوا اللي بتشوفوه، اذا كان انتوا بتشوفوا 10 فيديوهات 11 12 فيديو في رمضان، في باقي الايام ال22 وال20 يوم الباقيين انا بكون مقتصدة جدا وبعمل اكل اقتصادي جدا وعادي خالص، فاهمين؟ انا بس بفهمكم الفكرة. حاجة تانية يعني برضو نفسي اتكلم فيها، وهي من ضمنها الكلام ده، ان جوزك او باباكي او ايا كان بيبقوا مضغوطين بطريقة احنا ساعات مش شايفينها بنات، تمام؟ فعلا بيبقوا يعني انتي بصي انتي بتصحي الصبح مثلا بتبقي عامله زي الماكينه، بتصحي بدري وتحضري وتنضفي وتشتري وتطبخي وتغسلي ومش عارف ايه وتقعدي بقى اللي هو نقعد نطبخ كتير ونتعب كتير ونتخن كتير، فاهمين؟ وبعدين في بقى الاب ده حاجه تانية. الاب يا ريت ما نضغطش على الاب فعلا، وما نضغطش على الراجل فعلا، لانه بيبقى مضغوط جدا جدا زي ما احنا بنتعب زي ما هو بيتعب. هو شايل هموم كتير، شايل هم الاكل وحاجات رمضان اللي مش واللحمه واللبس اللي هو بعد العيد بقى، بعد رمضان بقى العيد
وشايل هم مثلا ولاده عايزين فوانيس، مش شايلين هم مش عارف العيد ومخبوزات العيد وحاجات تانية كتير انتوا عارفينها في بعضها كده. واذا كان عزومة ولا 2 و3 في رمضان، هو من جواه عايز يفرح والله ببيته، بس مش عايز يحس ان هو مقصر في البيت. فاهمين ازاي؟ فلما كل شوية نطلب طلبات زيادة وطلبات زيادة وحاجات زيادة ونقعد نقارن نفسنا ببيوت تانية مش عارف ايه، هو بيسكت. هو بيسكت ويعني آه بس هو بيبقى شايل، عارفين، بيبقى شايل جبل فعلا على صدره، بيبقى شايل جبل. فالمفروض ان رمضان ده بيقربنا بقى من بعض، ونحس ان احنا قلبنا على قلب بعض، مش يخلي كل واحد شايل ضغط لوحده. انا ليه بتكلم في الموضوع ده؟ لانه يعني عايزه اقول لكم في ستات كتير قوي قوي ما بتعرفش تتعامل. انا عايزه اقول لكم ان في ستات الايام دي او الايام بتاعه رمضان دي بيبقى في كتير خناقات بينها وبين جوزها بسبب المصاريف. يعني احنا بنبقى داخلين على ايام حلوة وجميلة ومش عارف ايه، ومفروض الاسرة تبقى يعني كويسة وهادية ومفيش مشاكل، تلاقي ستات بتضغط على زوجاتها على جوازاتها بسبب المصاريف، وتلاقي نسبة الزعل والخناقات كتيرة قوي في الايام دي. ليه؟ لانه هو طبيعي زي ما انا قلت لكم، هو عايز يفرح ولاده ويفرح مراته ويفرح البيت كله مش عارف ايه، بس فعلا بيبقى اوقات بيبقى الدنيا ضيقه والرزق بيبقى ضيق في وقت معين ومش عارف ايه، وبيبقى شايل هم رمضان وبعدين العيد. واحنا اللي خلينا الحياه استهلاكيه قوي بالمنظر ده. لازم لبس عيد ولازم لبس عيد بيت جديد وخروج جديد ومش عارف ايه وشوزات جديده حتى لو عندنا وشنط جديده حتى لو مش محتاجينها. رمضان وهنعزم كذا ومش هنعزم كذا ومش عارف ايه ويا مش رمضان والمكسرات والفواكه ومش عارف ايه، وهنجيب حاجات نخزنها كمان وقبل رمضان. يعني هو بيبقى ايه؟ بيبقى مصاريف قبل رمضان، مصاريف في رمضان في قلبه، ومصاريف بعد رمضان. فبيبقى الراجل مضغوط قوي قوي قوي. فالست الذكية تعرف تدير الأيام دي. اللي مش عايزاه مش لازم، واللي مش مهم عندك مش لازم تجيبيه أصلا، واللي تقدري تمشي بيه بيتك بأقل إمكانيات طالما هي دي إمكانياتك وقدراتك وقدرات جوزك، مشي بيها البيت. صدقيني محدش هيشيل همك، ومحدش اللي بيشجعك على الزعل او بيشجعك على خناقات او بيشجعك مش عارف محدش فيهم هيعيش عيشتك، ومحدش فيهم هيعيش الزعل بتاعك ولا التوتر ولا الضغط بتاعك. فرفقا يعني يمكن انا اول مرة ابقى جاية في صف الرجالة شوية، لان انا انا ست انا ست آم، انا واحدة مع اي ست تفتري على اي راجل. يعني دي معروفة عني قوي، افتري بقلب جامد، بس يعني افتري بقلب جامد على الراجل اللي ما يستاهلش، الراجل اللي بيبقى هو اصلا مش ما يستاهلش، لا افتري معي انا بقى معاكي قلبا وقالبا والله العظيم. لكن راجل كويس، راجل سوي نفسيا، راجل بيتقي الله فيكي ما بيزعلكيش، راجل يعني راجل متربي صح، راجل بيعرف ربنا وبيتقي ربنا فيكي. فده اوعي تضغطيه، واوعي تطلبي منه فوق طاقته، واوعي تزعليه في الايام اللي هي احنا فيها دي، واوعي كذا واوعي كذا. تمام. انما لو راجل تاني لا، بصي مش عايزه اقول لك يعني في الخباثه كده محدش سامعنا. بصي اعملي كل حاجه حلال ليكي اي حاجه. ف زي ما بقول لكم كده يا بنات، بلاش تضغطوا نفسكم كمان، وبلاش تضغطوا نفسكم في حاجات برضو. لو انت تعبانه بلاش ولا تجهيزات رمضان ولا ترويقه رمضان من غير هزار. عندك صحه اشتغلي، ما تستخسريش في بيتك حاجه. لكن ما عندكيش صحه وتعبانه ومرهقه لسه والده جديد، عندك بيبي صغير، اي حاجه تحسسك ان انت مش قادره تعملي، فانت ما تعمليش. اوعي تعملي اي حاجه تحسسك ان انت تعبانه لمجرد ان الناس كلها بتعملها دلوقتي. لا، انتي غير اي حد، كل واحد ليه ظروف مختلفة تماما عن التاني تماما. لو اقتنعتي بالفكرة دي وحطيتيها في دماغك هتحسي ان انتي مرتاحة. مش مجرد راحة عادية، راحة نفسية وابدية. طول ما انتي عارفة ان انتي ظروفك مش زي اي حد، ولا انتي زي غيرك ولا غيرك زيك، ولا انتي مطالب منك تعملي زي اي حد، يبقى هترتاحي نفسيا وهترضي باللي انتي فيه ايا ما كنتي. فمين يا بنات، يا رب يكون الفيديو كان لطيف وخفيف عليكم وعلى قلوبكم بإذن الله.
وإن شاء الله توحشوني أوي يا بنات، ويا ريت يكون الفيديو شجعكم، ما تنسوش تكتبوا لي كومنتات حلوة، وباستناها وباقراها بنفسي وبافرح بيها أوي، أوي، وفعلًا بتفتح نفسي إن أنا أصور لكم فيديوهات تانية كتير. تصبحوا على ألف خير حبايبي، باحبكم أوي، أوي. باي.